عاملين ايه الاخبار؟ انا امنيه ودي عمرو جلال اكاديمي. بنقدم محتوى عن الجلد الطبيعي، عن الهاند ميد، عن ازاي نرسم على الجلد ونحرق على الجلد، ونقفل منتج كامل ونعمل فينش ونعمل كل حاجه تخص الجلد الطبيعي والهاند ميد. فلو انتم مهتمين بمحتوى زي ده كده اعملوا سبسكرايب للقناه او تفعلوا زرار الاشتراك وتشغلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده هننزلها اول باول. وكمان سيبولنا لايك وكومنت عشان ده بيفرق معايا قوي قوي. ولو حد من صحابكم بيحب نفس المحتوى شاركوا معايا الفيديو وخلونا نستفيد كلنا مع بعض. وبس كده. والنهارده هنعمل مع بعض شنطة كروس من الصفر، من اول الباترون لحد التقفيل. فخليكم معانا طول الفيديو للاخر، وعشان تاخدوا في الاخر اللينك بتاع الباترون ده تقدروا تطبعوه وتنفذوه على طول، كمان تعرفوا ازاي تنفذوه مع بعض على الجلد. وبس كده، خلونا نبدأ مع بعض الفيديو ويلا بينا. ده جلد بقري. انا قررت اشتغل بيه مسبوغ جاهز علشان الزبون اللي طالبها كده. فنبدأ نحط الباترون بتاعنا. الباترون عبارة عن 5 أو 6 قطع تقريبا. دول الجيبين الصغيرين بتوع الشنطة، جيب داخلي وجيب خارجي. الباترون بتاعنا ده سهل قوي. هنظبطهم. ان انا لو مثلا هخرم في الحته دي، يعني مثلا دي ودي الاتنين هيكونوا مقابلين لبعض، هيكونوا في وش بعض كده. فبعمل حسابي لو هخرم من الناحيه اليمين هبدا من فوق وانزل لتحت كده، فبالتالي في الناحيه المقابله ليها هبدا برضو اخرم من فوق لتحت علشان اضمن ان الاخرام بتاعتي تكون مظبوطه فوق بعضها ومفيش حاجه تبقى سابقه حاجه، فمعرفش ان انا ايه اخيطهم مع بعض كده. احنا ثبتنا كل قطع الباترون، وهنبدأ ان احنا في الاول خالص حاجة انا بحب اعملها اكتر اني اخرم الاخرام دي قبل ما اقطع. هنا انا هبدأ بالقطعة دي علشان هي طويلة والحقيقة مضايقاني جدا ومش عارفة اقطعها دلوقتي من الجلد. فهنجيب الباغة اللي احنا بنخرم عليها وهبدأ اثبت او اسنتر الجلد بتاعي كده في الحاجة اللي تريحني، ونطلع السنبق المناسب. انا هنا حابة المرة دي اشتغل بالسنبق المفرد الواحد اللي هو الخرم العادي، عشان هخيطها بخيط رفيع، فمش عايزة ان الخيط يكون رفيع والخرم بتاعه واسع. ونبدأ التخريم مع بعض. طبعا زي ما احنا متعودين اهم حاجة في التخريم بتاعي ان ايدي تكون ثابتة جدا، زاوية 90 مظبوطة، وابدأ اخرم براحتي. هتسألوني قبل ما اكمل ايه القماش ده؟ ده قماش بطانة سيليا، بيتباع في اي حتة عند اي حد بتاع قماش. انا هنا اخترته عادي، ممكن بعد ما اخرم واقصه كده الزقه،
على الجلد، بس انا حبيت من الاول خالص اكون لازقاه على الجلد في الظهر قبل حتى التخريم، عشان للاسف انا مستعجله جدا على الشنطه دي، فمش عايزه اضيع وقت في ان انا بعد ما اقص واخرم اروح الزق، فلا انا اختصرت الخطوه. التقطيع بتاعي يكون عادي جدا. بعد ما اخلص تخريم هجيب الكتر بتاعنا وهحط المسطره على الخط بتاع الباترون الورق نفسه، واثبت ايدي كويس قوي وابدا اقطع. وشرط خلي بالكم في الكتر وانا بقطع بيه يكون الكتر السلاح بتاعه جديد. جديد يعني ايه؟ يعني انا مش هشتري كل مره كتر جديد، هشيل القطعه اللي تحت دي، او حتى لو عندي بنسة او اي اداه يعني هكسر طرف السلاح من فوق عشان يبقى القطر بتاعي سنه حامي قوي ويقطع معايا القطع نضيف من اول مره. فانا هخلص تخريم الجلد كله واقطعه واجيلكم نقفلها مع بعض. وكده بعد ما خلصت تخريم القطع كلها وقطعتها، بما ان الشنطة دي الموديل بتاعها ان الاطراف دي هتكون باينة من فوق، كل قطعة هتكون بالمنظر ده، فطبعا ده هيخلينا ان احنا نشوف لو في حتت زي كده، مش عارفة واضحة لكم ولا لأ، بس حتت زي كده او حتت مش متساوية مكان الكتر. طبعا هو يفضل من الاول تكون ايدينا ثابتة، بس عشان هي عادة هتلاقوا نفسكم في الكيرفات بتاعت اي شنطة او اي حتى محفظة لما تيجي تتقطع بتكون دايما رخمة قوي وبيطلع فيها حتت صغيرة كده بس عضعضة. دي هنجيب الصنفرة، صنفرة خشنة وصنفرة ناعمة. اول حاجة هنبدأ بيها الصنفرة الخشنة، وهبدأ اخد مثلا هنبدأ بدي، نشيل الحتت دي التانية على جنب كده كده، وهجيب الصنفرة بتاعتي وابدأ بالراحة اساوي الاطراف دي، ولو في حتت محتاجة انها تتقص بالمقص مثلا عادي جدا مفيش اي مشكلة، الموضوع مرن ولازم انا كمان اكون مرنة معاه ومعصلكش عشان حكاية مش مستاهلة خالص. فنبدأ لو في حتت الاسهل ان انا اقصها عادي جدا مفيش اي مشكلة خالص. يعني مثلا دي بعد ما اتقصت فهي مش محتاجة اي حاجة خالص غير ان انا بس هسويها كلها كده، حتى بالناعمة مش بالخشنة، هسويها بس ببعضها عشان لو في حتت انا مش شايفاها تبقى ايه اتظبطت كده اهو. هنا انا بعمل في اخر مرة بصنفر فيها مش بتبقى زاويتي كده، لا بميل شوية كده بزاوية 45 واسحب مرة تانية تالتة الرابعة، وده يخلي الحرف اللي هنا يتاكل معايا عشان لما احط الصبغة وابدأ افنش بخشبة التنعيم ما يعمليش حرف خشن او يخربش كده معايا. فدلوقتي انا هكمل صنفرة القطعة كلها وارجع لكم من تاني. وكده خلصنا فينش كل الحرف بتاع الشنطة زي ما انتوا شايفين. كل القطع خلصنا الفينش بتاعتها. فدلوقتي هتيجي مرحلة الخياطة، وفي منكم برضو اللي سألني على طريقة الخياطة التقليدية العادية. أول حاجة هنعملها هنلضم الإبرة بتاعتنا بالشكل ده،
بعد كده بعد ما لضمت الإبرة بتاعتي هبدأ أول حاجة أركب القطع اللي أنا مش هعرف أركبها والشنطة متقفلة. زي إيه؟ عندنا مثلا الجيبين دول، في واحد من هنا وواحد في الظهر، دي حاجة. عندنا كمان القطعتين دول هيتعملوا في جنب الشنطة، فخلينا الأول نبدأ بالقطعتين بتوع جنب الشنطة اللي هيتحط فيهم الحلقة بالشكل ده كده، وهيتقفل عليها كده وتتثبت في المكان ده. فخلونا نبدأ كده واحدة واحدة. طبعا يفضل ان في الخطوة دي قبل ما اخيط دي في دي هنا يتحط كله، بس ده للحق لو انتوا مش هتعرفوا تتحكموا كويس فيها. دلوقتي كده انا زي ما انتوا شايفين حطيت الابرة من هنا، وكمان هعديها من هنا، دي الابرة التانية بتاعتي. بقى عندي الابرتين بتوعي كده. اطلعهم كده واخد الطرف الاولاني ده وهيجي هنا في اول خرم واشدها كده، والطرف التاني هيجي في تاني خرم وبرضو اشدها كده، واشد جامد تظهر عندي بالشكل ده. وهنا بقى هبدأ اعمل ايه كده. انا عندي خيط خارج من الخرم اللي فوق وخيط تاني خارج من الخرم اللي تحت. هروح جايبة الخارج من الخرم اللي فوق وهدخله في الخارج من الخرم اللي تحت كده. طبعا هي كل ما الطبقات بتكتر كل ما الحكاية بتبقى انشف شوية وارخم في التطبيق، بس لو عاملينها بكلها هتلاقوها اسهل بكتير معاكم عشان هتبقى ثابتة ومش هتحتاجوا ان انتوا تبصوا كل شوية ورا وقدام. اشد كويس قوي وارجع بقى الخيط اللي انا طلعته من هنا من الناحية دي هدخله في الخرم اللي بعده بالشكل ده. هيطلع من هنا واشد كويس قوي تظهر لي الخياطة كده، واروح مكررة العملية تاني اهي. انا هوريها لكم بطريقة اوضح شوية. دلوقتي انا عندي خيطين، واحد فوق وواحد تحت. هروح جايبة اللي تحت ده امسكه كده، اللي فوق هيدخل في الخرم بتاع الخيط اللي تحت ويطلع من هنا، واشد كده واشد جامد مرة كمان اهي. طلعت من هنا كده. نبص ورا لان انا برضو عندي واحد فوق وواحد تحت. اللي تحت ده هشده على فوق كده، واللي فوق هيدخل في الخرم اللي تحت وهكذا. وهفضل اكرر العملية دي لغاية ما اخلص الخياطة كلها.
كده انا خيطت القطعة دي في الناحيتين عشان لما تبقى كده يتعلق فيها الدراع. يبقى كده خلصنا اول قطعة صغيرة. نيجي بعد كده للجيوب. ده اللي من بره وده المقابل ليه من جوه. هنعمل برضو نفس الطريقة ونفس السيناريو، هو مش الخطوة دي بقى عايزة شوية تركيز شوية عشان بس ايه منضطرش ان احنا نفك ونرجع تاني. ادي الخيط بتاعي اهو، عندي 3 قطع دول لازم يتخيطوا في بعض. فهبدأ اول حاجة القطعة دي هعدي من هنا ومن هنا زي ما انا متعودة عادي جدا، واطلع الابرتين بتوعي. اللي من فوق هدخلها في اول خرم في الكبيرة، واللي من تحت ندخلها في تاني خرم في الكبيرة، واجي هنا واشد كده. بعدين عندي القطعة الداخلية اهي، هروح برضو جايبة اللي من فوق دي وادخلها في التانية من الظهر بقى، من الظهر عشان لما تتخيط الوش هو اللي يبقى باين عندي كده. واشد الخيط كويس قوي، ونفس السيناريو هو ما بيتغيرش. عندي اهو اللي من فوق هتعدي من فوق لتحت كده، وتعدي من الخرم ده. طبعا مهم بقى هنا اثبت ايدي كويس قوي وابدأ اخيط الطريقة اللي انا متعود عليها عادي جدا. خلوني اروح اخيطها وارجع لكم تاني. ودلوقتي كده بعد ما خلصت خياطة الجيبين اللي قدام واللي ورا او اللي بره واللي جوه اهو الجيب كده، ودي الخياطة اللي قلت لكم عليها نفس الخياطة اللي هنا بالظبط، الاتنين واحد. وكده الخطوة اللي جاية بتاعتنا هي ان انا هبدأ اجمع ال3 قطع دول ببعض. كده بقى عندي القطعة اللي هي الوش الامامي بتاع الشنطة والجناب بتاعتها والايه الظهر بالقلاب. ده هيبقى ظهر وقلاب في نفس الوقت. يعني المفروض ان القطعة دي هتتثبت هنا ودي هتكون فوقيها. طبعا ده هيبقى القلاب بتاعنا. والدراع اخر حاجة هتتعمل وتتركب معايا. ودلوقتي بعد ما بدأنا تجميع قطع الشنطة بتاعتنا، اول حاجة هنبدأ بيها هي اللي هو الظهر بالقلاب. هنشبكه في الجنب بتاع الشنطة بالشكل ده كده. طريقة تقفيلها مختلفة شوية في ايه، ان احنا مش بنعمل الجلد كده، احنا مش بنقفل الجلدتين وهم على بعض بالشكل ده، احنا مش بنعملها بالشكل ده، لا احنا هنعملها بطريقة مختلفة المرة دي. ان انا بخلي القطعة دي فوق دي وانا بخيط كده كده اهو.
بخليها كده، ومن هنا ده بيكون شكلها اهو اهو. وابدأ اخيط واحدة واحدة لغاية ما هخلص كل الايه الدوران بتاع الشنطة بتاعتي. بعد كده هنركب دي بنفس الطريقة كده. هيبقى فاضل الدراع. طبعا طريقة الخياطة نفس الطريقة اللي خيطنا بيها الجيب، ونفس الطريقة اللي خيطنا بيها القطعة بتاعة الحلقة، مفيش اي اختلاف. فخلوني اروح اخيطها وارجع لكم تاني اوريكم وصلت لفين.